مين فينا بعد ما بياكل وجبة دسمة ما بيروحش يشرب كوباية شاي ويقول لك أنا بحبي، أو ياكل طبق فاكهة بعد الأكل على طول؟ فهل دي عادات صحيحة؟ بالرغم من العادات دي شائعة جدا في المجتمع إلا إنها خاطئة جدا. أولا، أنت لما بتشرب شاي بعد الأكل مباشرة بتخرج مواد اسمها التانين من الشاي، والمواد دي بتغلف الحديد وبتخلي الجسم يتخلص منه، فأنت كده بتأثر على امتصاص الحديد وممكن تصاب بأنيميا لو العادة دي مستمرة عندك. طيب ولو أكلت بقى فاكهة بعد الأكل على طول، الفاكهة دي سريعة الهضم، لكن الجسم لما بيلاقيها اتاكلت بعد حاجة دسمة أو حاجة تقيلة في الهضم، فبيبتدي بالهضم في الأثقل ثم الأخف. فعلى ما يهضم الأكل اللي أنت أكلته الأول، هتكون الفاكهة احتجزت في المعدة واتخمرت، والتخمر ده بيسبب غازات وسوء هضم ومشاكل في الهضم كتيرة قوي. يبقى الوقت المناسب لشرب الشاي أو أكل الفاكهة بعد الأكل بساعتين، لأن ده بيدي فرصة للحديد إن هو يكون حصل له امتصاص، وكمان يدي فرصة للأكل يكون اتهضم والفاكهة تتهضم على مهلها. دمتم أصحاء، أنا دكتور آلاء وده الوريد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.